النادي الاهلي امام ريال مدريد، وانا لسه لحد دلوقتي مخنوق من المباراه دي. يمكن اهي الساعه 12 بالليل وبصراحه مش جاي لي نوم، ونفسي اقول الكلمتين دول كده قبل ما انام. قبل المباراه خلونا نصلي بس الاول على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام كده، وندخل في كلامنا على طول. اهلا وسهلا بكم من صفحتكم كوره بشكل على اليوتيوب. صلي الاول على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وندخل في كلامنا على طول. قبل المباراه قلت حرفيا مفيش حاجه اسمها فريق احسن من فريق على الورق، في حاجه اسمها فريق احسن من فريق على ارض الملعب، في حاجه اسمها فريق اقوى من فريق على ارض الملعب، في حاجه اسمها ان فريق نازل على ارض الملعب عارف هدفه ايه كويس ورايح له. مفيش حاجه، كل فكره ان فريق احسن من فريق على الورق ده كلام كله استوديوهات قبل المباراه، لكن مش كلام على ارض الواقع. الفكره بقى ان كمان في جمله انا بكرهها، والجمله دي اللي انت جاي بتقولها دلوقتي او اغلب الناس بتقولها دلوقتي: كان بالامكان افضل مما كان. طب والافضل ده انا ما عملتوش من الاول ليه؟ ليه بقوله بعدين ان انا كان بالامكان افضل مما كان؟ طب ما الافضل ده كنت عملته على ارض الملعب، ليه ما عملتوش؟ واللي شفناه واللي يحرق الدم ان انت شفت ان هو كان ممكن، والنادي الاهلي قدر ان هو يوصل لمرمى ريال مدريد اكتر من مره، ولو في سن التركيز بس وشويه ثقه في النفس كنت قدرت فعلا ان انت تسجل. كرة شريف دي كده قارنها بكرة مثلا بيرسي تاو اللي كانت في نهائي كاس السوبر الافريقي لما رجعها لطاهر. الراجل في نفس المكان ونفس كل حاجه، وقف على الكوره، طلع المدافع بره اللعبه، بصل طاهر جول. ملهاش حل تاني غير الجول، مفيش، ما تروحش في اي حته تانيه. والانفراد التاني بتاع شريف، انت كده كده يا شريف اصلا بتسدد من بعيد وبتسدد من اول ال 18. طب اشمعنى في الكوره دي رايح تاخد لاعب ريال مدريد بالحضن، حارس مرمى ريال مدريد بالحضن؟ اشمعنى في دي وحشك قوي حارس ريال مدريد يعني؟ الحاجه قفشه، يعني قفشه سيبك بقى من الفرصه اللي ضيعها. قفشه لو جيت بصيت له في المباراه في اكتر من كوره بتجيله، قفشه بيبص اللاعب مرتين ثلاثه لحد ما بيكون اتمسك. ما تطلع الكوره من رجلك بسرعه، انت نازل اصلا. يعني كولر اختياره لقفشه كان غلط. الفكره خد بالك بقى من النقطه دي، الفكره الفنيه اللي عملها كولر صح، يعني فكرته الفنيه او الفكره اللي هو كان عايز يطبقها على ارض الملعب صح 100 الراجل نزل قفشه عشان لاعب يمتلك الكوره في خط الوسط بشكل كويس ويقدر يمتلك له الكوره اطول وقت ممكن قدام نادي زي نادي ريال مدريد، صح. بس اختياره لقفشه بقى غلط، لان قفشه شوف كميه البيس باص اللي عملها. سيبك من بقى، ما تبصش على البيس باص، ركز معايا في النقطه دي. بص القفشه في اكتر من كوره، او كام كوره قفشه كان ممكن يطلعها من رجله بسرعه تعمل لك هجمات خطيره. والله هتلاقي اكتر من حوالي 3 4 فرص، يعني 3 4 فرص قفشه حرمهم منك، غير ان هو ضيع فرصه او اتنين وشريف ضيع فرصه او اتنين. يبقى انت كنت ممكن ان الماتش على الاقل ما ينتهيش بالنتيجه الكبيره دي. نتيجه كبيره، ومشكلتي على فكره مش في الاربعه، انا مشكلتي في الواحد ان انت جبت جون بس من ضربه جزاء، على الرغم من ان انت اتصنع لك او ان انت اتاح لك كذا فرصه للتسجيل وما قدرتش تسجل غير هدف واحد من ضربه جزاء. كنت ممكن تسجل الثاني والثالث وتتعادل كمان الرابع، وممكن تكون انت اللي اتقدمت. يعني فرصتين شريف على فرصه قفشه كنت انت اللي هتبقى متقدم في النتيجه مش نادي ريال مدريد. فليه؟ ده اللي انا قلته من البدايه، تاثير السوشيال ميديا على اللعيبه. ادخل متع نفسك، متعنا، انت مش مطالب بالفوز. ليه مش مطالب بالفوز؟ ما انا قلت قبل كده انت داخل اصلا كاس العالم للانديه منافس زيك زي ريال مدريد. فايه المشكله؟ هو انت مثلا فريق جاي ريال مدريد بيلعبوا ماتش ودي قبل كاس العالم، قبل ما يروح يلعب نهائي كاس العالم مثلا؟ لا، انت منافس زيك زيه. فايه المشكله ان انت تنافسه؟ ايه المشكله ان انت كنت تبقى واثق من نفسك وتسجل؟ بصراحه مش فاهم، ومش فاهم راي الجمهور ده. انت ضريت بالفريق. ف يعني الكلمتين دول انا كان نفسي اقولهم. وفكره ان انا زي ما بقول، انا فكره كان بالامكان افضل من مكان دي انا بكرهها. الافضل ده انا كنت اعمله على الارض، كنت اعمله على ارض الملعب، كنت اعمله على ارض الملعب وافوز واحتفل بفوزي، لكن ما ندمش وازعل بعد ما ان انا اشوف ان الموضوع كان ممكن، وان انا كان ممكن فعلا اعدي ريال مدريد، وفي الاخر اقول والله ده كان ممكن. طب لما كان ممكن، كان الممكن ده عملته في الماتش. كان بالامكان افضل من مكان افضل ده كنت عملته في الماتش، بدل ما انا قاعد ببكي عليه. ما هي الفرصه من الماتش مش هيتعاد، والظروف نفسها مش هتتعاد، وان ريال مدريد يجي لك بكم الاصابات دي او بالسوء ده مش هيتعاد، وفي الاخر هو اللي انتصر عليك 4-1. لا يعني اللعيبه ضيعت فرصه كويسه جدا حتى ان هي تقدم ماتش. مش بس بنقول في ان في فرص، لا بنقول ان في اهداف، واهداف حلوه. بنقول ان في هدف، وان شريف سجل وقفشه سجل و الى غيره.
لكن اللي حصل زي ما بقول والله يحرق الدم. وانا فعلا والله يعني بس دمي كان محروق، فكان نفسي اطلع اقول مع حضراتكم الكلمتين دول. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو ليكم حضراتكم ليكم راي تاني شاركونا في التعليقات.